الطفل اللي قدامكم في الصورة ده بطل جديد من أبطال المنوفية، لازم مصر كلها تعرفه ولازم الناس كلها تعرف هو عمل إيه. فصل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. اللي قدامكم في الصورة ده اسمه مهد، اسمه جميل ما شاء الله. مهد من المنوفية كان راكب القطر من محطة الحمول، وأول ما القطر بدأ يتحرك كده والقطر وهو بيخش على التحويلة، مهد سمع صوت طقطقة في العربية وتراب كثيف جدا جنب العربية. مهد كان راكب في العربية التانية اللي جنب الجرار، وكانت العربية اللي في الخلف فيها صوت وصويت نساء وأطفال، فعرف إن العربية ديت نزلت من على القضبان وبدأت تمشي على الزلط. يعمل إيه؟ تخيل طفل عنده 13 سنة في الموقف ده يعمل إيه؟ الطبيعي إن هو يخاف ويعيط زي اللي خايفين. الجميل إن مهد نزل من القطر لأنه كان ماشي لسه بالراحة، وفضل يجري باتجاه القطر لحد ما راح عند الونش وعند الجرار، وقعد يشاور لسواق القطر لحد ما السواق انتبه وقدر بفضل الله ان هو يوقف القطر وانقذ ارواح ناس. لو كان القطر كمل على كده كان في مخاطره كبيره جدا ان القطر يتقلب، وبفضل الله ثم الطفل الصغير البطل الشجاع ده الكارثه دي ما حصلتش. فالهدف من الفيديو ده ان احنا نوري الطفل ده لمصر، الناس كلها تشوفه والاطفال اللي في سنه يبقى عندهم حاجه ايجابيه وما يبقاش عندهم لا مبالاه. ربنا يبارك فيك يا مهد ويكتر من امثالك.